دكتور أسعد كيف حالك؟ دكتور اسعد الكشاف شغال يا دكتور اسعد. دكتور أسعد كيف حالك؟ الحمد لله تمام يا هلا حبيبي. دكتور أسعد عندي أنا هنا حالة تمام؟ الله يرطب يعني تحتاج يعني الحالة ترى الحالة يعني فيها شوية مو إنها كلها كامل. في هنا بالنص وفي هنا يعني أقول لك يبغى لها يعني تقريبا البصيلات حقها من 300,000 بصيلة. اوف 400,000 بصيلة. 300,000 هذا ايش؟ هذا فار ولا ايش؟ والله ما أدري البصيلات هنا والله يا دكتور أسعد مرة ميتة في أماكن. ابو ربيش انت تعبتني في موضوع البصيلات هذا، انت روح المطبخ وقطع لك بصل وسوي لك شكشوكه. دكتور أسعد لو سمحت يعني إيش قاعد يصير؟ والله يا شيخ خربت مرة الحالة هذه يعني ضروري. ذاك الكشاف ليه انت؟ قل لي معايا دكتور. معاه دكتور؟ ايوه معايا دكتور زراعة؟ ايوه دكتور زراعة يراعيني في هذا الدكتور هذا في جاكرتا. دكتور أسعد لا ما حنروح جاكرتا. دكتور هنا. يا ارسل له راسي ولا الدكتور حيجي؟ هو يعطيني تعليمات بس. ها اوكي انت اللي بتزرع لي يعني؟ ابو ربيش يا حبيبي زيتون يا ابو ربيش، زيت زيتون 3 مرات في اليوم. زيت زيتون 3 مرات. حنطبخ يا احنا. عم انت ايش العطار اللي داق عليه ده؟ ايش الدكتور اللي يقول لك زيت زيتون؟ تبغى تسوي زراعه؟ ايوه زراعة شعر مو زرع. نشوف يطلع شيء ولا لا. ايش هو؟ طلع شيء مع زيت الزيتون، ما طلع شيء بعدين نسوي له زراعه. في اماكن اقول لك ناعمه جدا مره يعني مقفله المسامات حقها. لا ما جد مر. وفي اماكن يعني طالع الشعر. تامر شيلوا العربي من الشباك شيله. وفي اماكن مفرقه كذا يعني انا الصراحه الحاله هذه اول مره تجيني يعني. الناس عندك يقولوا حرام ابو ربيش. مستعصيه مره. حوديك الدولاب يا دكتور. لازم يجي بالي. هذا لازم يجي بالي. بالي بيطيح اللي باقي في بالي. ترى صابغ هذا مو شعر والله فيه صبغه. حقيقي شعري مو صبغه. والله فيه صبغه. قال لك تمسح يطلع. طالع تطالع عارف انه صبغه. شككتني. دكتور ممكن اخذ لك انا يعني اخذ لك من البصيلات حقه كذا وارسلها. طب وخر تامر. دقيقة ارسلك من عندي انجيله وحطها في راسه. لا ما والله الدكتور ده شكله طباخ زيك يسوي معصوب في مطعم ولا داري بالطبخ فين ولا داري بالزراعه من فين. اكبر الدكاتره يعني. ما دام دكتور وانت تعرفه معناها بيشتري الشهاده. روح له اسري سيب شاي. يا عم خليه يحل ابوي الشيبه ده. لا حبيبي احنا نبغى نسوي حاجه هذه الصلعه اللي هنا مالكم اللي كذا هذه شوف ليك معك هنا واحد. الصلعه قول لي كم الصلعه؟ الصلعه كم؟ كم والله هي تقريبا 2.5 في 3. شاد غرفة. قاعد يقيس. لا حبوبه شيله يا حبوبه. انت مبسوط؟ انت ايش بالايش؟ مو بالمتر؟ بالايش؟ لا احنا نحسب بالسانتي. بالسانتي. السنتي كم في كم؟ يعني في اماكن اقول لك تطلع لك متر 2 سم وفي 3 سم وفي اقول لك يعني اقول لك حاله مستعصيه جدا اول مره اشوفها. مستعصيه والله. ايوه اسمعني. نعم. في احد يتبرع له بصيلات؟ لا هو يقول عنده منطقة يقول لك عندك؟ قولها انت يا جريء. لا انا عندي. اسمع عندي المنطقه يا اخي. انا ماني واثق انه ده دكتور اصلا. مساحه كبيره يا دكتور انت فاهم معايا انت معايا ركز معايا لو سمحت. قول له في منطقة مانحة. في منطقة مانحة في شنبه في حواجبه. ارسل له بصيلات من هنا. هذا ارسل له بصيلات. ايوه جرب لمده شهر. ايش يجرب؟ شيل موس ومالك صراحه في لا مزرعه. في عنده ما شاء الله تبارك الله في اماكن مره يعني طالع فيها عارف. يا عمي ازرع شنبك خط واحد. ازرع شنبك انت مالك ومالي. بلاها وخر عم محمد. وخر انت وخر. لازم ما لا استني جيب الطاقيه حقي قوم اتخارج. لازم اطلع من يا راسك. عمي روح يا عمي مالك ومالي. لازم اطلع من راسك شويه عشان ارسلها. عم محمد واحد دقيقه خليه والله يمكن يطلع منه. ليه قاعد يدق على واحد يقول له حط زيت زيتون يدق على عطار. وخر. انت جاي تعالج ولا جاي؟ ماني جاي تعالج. انت جاي تعالجني. انت نطيت ورايا. انا منو لابس نفس اللون برضه حق الكلب ثاني مره. نعم ربيش يا ابو ربيش. نعم. عشان عندي حالات الان، انا برسل لك الان صوره البصيلات تمام؟ طيب تشوف اذا هو له رغبه على طول يصير ايش؟ ارسل له البصيلات
ونرسل العياده هناك يركبوها له، او انه يجي عندنا. طيب مثلا لو جاء مثلا يا عمي سيب راسك انت، سيب راسك يدك الصغيره دي. كم نحتاج يوم تنويم وكم بصيلات تنزرع ولا تتركب؟ قال له اديك البصيلات ركبها. ايش الدكتور ده؟ نقول لك من 5 ايام الى 9 ايام يعني 5 9 ايام ايش؟ من 5 ايام الى 9 ايام يعني ما لازم يكون معاه مرافق. فترة العلاج. معاه مرافق لو تعب شويه ولا ده. لا مو مشكلة أنا دقيقة ايش البصيلات اللي تجيب دخ؟ يا عمي تعال أنا بجي معاه، أنا بجي معاه. ليش بتجي معايا؟ بجي بعدين ايش معاه. الدكتور؟ بروح معاك لبالي. ايش الدكتور اللي يعرف انه اسمك ابو ربيش؟ المفروض اسمك محمد عند الدكاترة، حتى الدكاترة يعرفوا انك ابو ربيش. الدكاترة يعرفوا. ايوه لانه هذا كنيه. لا كنية وجهك انت يا بعدين. أخي قول يا دكتور محمد خلاص بلاش إنه أبو ربيش هي عودت والكنيا أنت. تعال خلينا نشوف. خلينا نتأكد تعال انزل. انزل أنت وراسك ده انزل. لا راح اسلم. انزل. شو خليه والله يمكن لمصلحتك ترى. مسرحتي يقول له ادي له البصيلات يركبها ويشوف 9 ايام ما 5 ايام. رفرف ذا صدام. الدكتور سمعنا يقول الدكتور أي شيء. ايش قال؟ ما أدري إيش قال أنتوا تتكلموا كلكم. طيب اتفضل خلاص. نعم. شوف الان على الواتساب برسل لك الان البصيلات، شوفها يلا سلام. حلو. طيب حلو. شاوت زي ان شاء الله الطفل الضبيع. والله لا والله يطلع في اماكن يا اخي. انت رضيع؟ صح والله. انت حتسوي حليب والله زي الجوهرة. اقسم بالله عندها شعر مكان شعر ما في. تحلق من اللي معهم سيارات. أيوة اسمع خليه يضبط لك يا ابن الناس، خليه يضبط لك والله. وصل له حط له عمار قزاز اتخارج. لا أنا لازم. يا عمي انت شوف اصلا الدكتور هذا مكتوب عطاره وخ. لازم أفك المجهر. ها؟ لازم أفك المجهر. لا دقيقة بيخدمك هو. بزرعه هو. لا بيخدمك، قاعد يخدمك هو. لا تخدم. قاعد يخدمك. ربك خدمك. يا عمي ما ابغى بشيله، ما ابغى ازرع. كيف بتشيله كيف؟ بشيل شهري ما ابغى. شوف عم محمد دقيقة في منطقة أبغى أتأكد منها بس. استغفر الله العظيم. أيوة المنطقة هذه. بعدين تقولوا لي حرام ها؟ هذه اللي بالخلف هذه. مرحبا لا هذه حلوه لازم ما. بالمجهر، هذه لازم نشوفها بالمجهر. ليش؟ تعال بكرة نوديك المختبر ونشوف إيش الموضوع بالضبط. انا اسمع انا حروح اشيل موسى اليوم. لا ليه؟ برجع خلاص. ايش كيف خلاص؟ عمنا روقنا والله. انا كل يوم اروح اجي بناتي زعلانين مني بالبيت والله. لا بطلوا يسلموا علي والله. يا مين هذا الطفل اللي مسلم عليه؟ مو ده الطفل. ايش ده الشكل قالوا لي؟ ايش ده الشكل ليه؟ دكتور؟ دكتور. ايش رسل البصيلات؟ أي دكتور هلا دكتور هلا. عشان أشوف الواتساب؟ عشان أشوف البصيلات شوف. وصل لك كم بصيلة؟ بصيلات فرشة. شغله. إيش هذا هذه البصيلات يقدر يشيل منها 2 في 3 زي ما قلت. يقدر يشيل. اي لانه ما في راس 2 في 3. النوع الوحيد اللي ممكن يمشي معاه. ترى ما تاخذ وقت. تضحك؟ اسمع انت دكتور تعال قصده على قد راسك يعني على قد راسك. هو شاف وحشك الدولاب صح؟ لا وحشك الدولاب؟ دقيقة عشان الناس لما يشوفوا يحسبوا انه هو مسكين. ايش دخل الدولاب؟ يا ابو الربيع يقول لك ابو ربيش صار يقول اسمه. تعال لا ابو الرجال يبغى يخدمك والله عيب عليك. لا قال لي على عطار يجيب لي فرشه. هيا وحشك صح؟ لا دقيقة لا والله يبقى. تم فيه وحطيتك الصندقه حقك صح؟ الرجال لا يلا خش. كلم الدكتور حقك يجيب لك مخدات وبطانيات. خش. هذا الجزاء. والله يبغى يخدمك والله ما لك حق. مين بيخدم مين؟ هو. لا ما تم. ها والله عيب عليك. والله عيب عليك اخدم هذا نفسك. جزائي يعني انا قاعد شوف ايش اسوي فيك؟ كيف انت حق ضرب؟ ايش اسوي فيك؟ كيف الطاقية؟ احمد ربك انا بخدمك انا والله بيخدمك يا بدي يجيب لك بخدمك بصيلات. انا بخدمك. ها نزله تكفى. بيجيب لك بصيلات. ما ابغى. ليه ما تبغى؟ يا اخي دائما تدخل في حياتي بطريقه غريبه يا اخي مالك صراحه. يا اخي احنا نبغاك تكون زينا كذا. زينا انت بشعرك لا. انت شعرك تعبان ترى. انت شوف لك بصيلات انت. تمسكني انت كيف؟
تنزلني. هات طاقيتي. واو واو. طال الجوال. واو 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 واو. مرتفعات هذه، ترى هو في الهدى دحين. خلاص يا انتبه حبوب راسه، انتبه حبوب راسه، انتبه راسه حبوب. تفضل مالك ومالك. لا تفضل. خلاص خلاص والله بس انا ابغى اسوي له هذه، عارف، ابغى اسوي له هذه المنطقه. عم محمد احسن لك. تعال تعال تعال. روح معه، تعال والله يبغى بصراحة. شوف هذه المنطقة هذه لازم ضروري تنزرع والله. والله ضروري. هذه المشكلة البصيلة حقها غير وهذه البصيلة غير. يعني انت حتتعبنا والله، حتتعبنا يمين بالله. عم محمد ما ابغى. كذا ابغى ارسل عينات. لا عم والله محمد. والله ابغى. محمد سيبني. يعني شوف هذه المنطقة كيف يا دام، شوف مرة دائما حبقي سكينه لانه ده ما ينضرب. هذا ما ينضرب. خلاص والله، والله يا عبد الرحمن، والله يا ابو الرجال انه بكرة اوديك تمام. وناخذ من تعال قرب شوف هذا. حل. عطار زين. تمام. ناخذ من تعال قرب شوف هذا. حل. بوريك من فين ناخذ بس. حل والله جنبك بوريك من عسل فين ناخذ. وتضرب زيت زيتون. يا عمي انت عطار زين. لا لا. هو الدكتور من البدايه على باله كذا، بس انا قلت له شرحت له الحاله يعني انها مستعصيه جدا. مستعصيه جدا. خلاص مالك ومالي. ما سيب ما بوريك بس بوريك عم بناخذ منك من هنا، شوف من هنا من هذه المنطقه. عم محمد. لا لا يا ابو الرجال، كنت بتغطي وجهه ترى. دقيقة هذا شو تكلمني انه صغير هذه انا. المنطقة. انت لازم ما تسمع الدكتور، انت ما تسمع كلام الدكتور. يعني انت زي الاطفال. انت المشكله في واحده خربانه دي اللي شغاله. ما ابغى ما ابغى لا اخرب لك الثانيه. ما ابغى. لا خلاص. زي الاطفال ما ابغى خلاص. يعني خلاص مشي قولك. احنا نبغاك يعني عشان اولادك يحبوك. طيب سيب. اولادي يحبوني بروح اشيل موس. شوف مالك. يبغالك ثلاث عينات. 3 فرشات. 3 عينات. ايوه لانه البصيلات عندك مختلفة، هنا وهنا مختلفة وهنا مختلفة. ايش انت سالك شعرك من العائله كلها؟ مو ثلاثه؟ ايش التشخيص ده اصلا؟ قاعد تفتي انت مالك صلاح. لا المختبر هو بيحدد لنا التشخيص هذا. محدد لنا هذا. أي. انزل مالك ومالي. لا نزله. يبغى اسمع، انا انسحب من التحدي ده ابو 6 شهور. انا ما عندي شعر. لا تقول كذا، لا تقول، لا تقول كذا، ما حيطلع. حشيله موس. لا تقول كذا، لا تقول كذا، لا تقول ان شاء الله طالع، لا تقول كذا، تفاول على نفسك. لا تفاول على نفسك. هو اصلا ما هو فيه. قال لك ان شاء الله طالع. انت قاعد تواسيني يعني. ما ابغى. تطور. الطب تطور والله، الطب تطور والله. ايش بك انت؟ يزرعوا لك كل شيء. يا ابن الناس لا تنسحب من التحدي. لا انا منسحب تماما. مالك ومالك. وبعدين انت ايش درك ان انا حاط صبغه؟ كلها طلعت بالطاقية. ترى بعد يعني معناته ان البصيلات عندك كلها ميتة. ما دام انها تطلع. طب خلاص ميت. انت تحاول تتدخل فيها. حنسوي لك ابر ان شاء الله، يعني تقوية الجذور نفسها. ايوه حلو. فاهم؟ جذور الشعر؟ اي جذور الشعر، لان البصيلات عندهم بدات تطير. بدأت. ترى هذا اللي راجع عنده ما تشوف ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله طاح. شوف تعال شوف تعال. هذا مشعل. هذا في شعر. هذا ايش؟ كبر السن. كبر السن صح. لكن انت لسه انت انا شباب. يا شباب ايش دحين؟ كم عمرك؟ 50 سنه؟ 40 عادي شباب. 38 لسه كمان. لا مو 38. 38 عشان ما ابغى اكون بعمره ولا اصغر منه. الثامر كلكم اكبر مني. انا عندي الموضوع ده يثبت. ما عنده شيء. ما عنده 38 ما شاء الله. ها؟ 38 صح. 38 انت 39 انا 38. ظبط الدنيا. نرجع تفضل. إبر أول شيء إبر للمعالجة. اول شيء يا رب استنى على الشقة بالله عم محمد. اسمعني. ناخذ عينات. سيف شعري. ونرسلها للدكتور عشان يجيب لنا. خلاص. مالك ومالي. ليه؟ ناخذ عينات. سيف شعري. ونرسلها للدكتور عشان يجيب لنا. خلاص. سيف هذا شعري. ما يسمع كلام الطبيب. ابويا مالك ومالي. ليه؟ مالك دي الخربانة. مالك ومالي. طيب دقيقة هو اللي طالع أنا أسمعك. طب مالك ومالي يا عم محمد. عم محمد يرحم امك. مالك والله ومالي. زي الأطفال يقول لك لا انا ما ابغى. ايه يو ما ابغى تجي مصلحتي. بعد انا عندي بزوره. مالك ومالي. خلاص انتهينا. عم محمد شكرا لخدماتك. هذه احسن لك. دي صغيره ترى. انت والله هذه
الطاقية ما شاء الله ماسكة. ماسكه لانه دبابيس، تحس شوك ماسكها. ايش طالع؟ صبغه هذه. صح، هذه الصبغات هذه. ايوه تطيح الشعر. هذا لها علاج. حنة دي. هذه الصبغات الغير ولا هذه نفسها، ولا انت حاط شيء على راسك؟ الصبغات هذه تطلع من راسك انت راسك إذا يطلع عند صبغات؟ الجلد. ايش انت حباه؟ 3 شهور بعد التجربة. اي تجربه؟ أول- بصيلاتك دي اللي راسل لك فرشه وبيجيك اللي ذكرتها. اول شيء نعالج لك البصيلات، حلو، والتصبغات. طب تعال، ما يبغى براحته. انت اوديك استشاري. انت مهتم بحالك ليه؟ مالك ومالي، انا ما عشان انت ما انت مصدقني. لا انا مصدقك أوديك انت. طب استشاري. انا اقول لك حاجه. شو انا على قدي كذا. صح، شنب على لا، قده. بس طول كمل زي كده، بس خط واحد يو اس بي ده. كمل السكسوكه والله، كمل السكسوكه. شو انا على قدي كذا. صح.